أعنف شخص في السوشيال ميديا، يمتلك أعلى معدل سجل إجرامي في المقالب الخطيرة. هناك يترقب، احذر من أن تقع الأنظار عليك. غازي. زلزال غازي، زلزال غازي، زلزال غازي، زلزال غازي جاكم في مقالب مذهلة. السوشيال ميديا قد نزل وسبب فيه زلزلة، والكل يتكلم عنه والترند يشعله. ملك المقالب غازي، ملك المقالب غازي، ما حدا أبدا يجهله. زلزال فاق الاحتمال وفاق سطحات الخيال، مسكين من ودف حضر مقالبه قسوة والخطر. زلزال مدمر رجع بأفكار بألف الاختر. غازي بأفكاره غزا واسمه وصل لأبعد مدى، وكل فكرة قادها ظلمت وبانت كالصدى. زلزال غازي تذكره ورسالة من قلب اليمن لإخواننا في كل بلد. قد ضرها زلزال ضرب بالقهر نشعر والأسى، وقلوبنا حسرة وغضب. برنامج غازي قالها هذه مشاعر تحتسب من موطني أصل العرب. زلزالنا بس حب وفاء لأشخاصهم جيتهم هنا، أسبابها معزة وفاء مقلب نصطاد فيه كل حبيب. برنامج غازي قالها هذه مشاعر تحتسب من موطني أصل العرب. زلزالنا بس حب وفاء الأشخاص جايتهم هنا. زلزال غازي، زلزال غازي. الله يرحم كل من كان ضحية الزلزال ويصبر أهل الشهداء ويشفي المصابين. ومن هنا حبينا نوصل رسالة إنسانية لكل مشاهد. الله يحفظ الشعب اليمني وأهله ويبعد عننا كل مكروه، وقلوبنا مع كل المتضررين. نتمنى السلام لجميع شعوب العرب. غازي حميد. شخصية قوية جدا مهما انحطت في أي موقف من المواقف، ومهما جبتها في أي برنامج ألاحظ شخصيتها القوية والشجاعة والبارزة. بس بالرغم من هذا كله ما يئست، حاولت معها وما زلت أحاول، واليوم جبتها للزلزال. فهل يا بنت العراق بتكوني قوية أمام الزلزال ولا الزلزال حيهزك؟ معكم سارة الأسدي. أول شيء بديت بالإعلانات بحق الميك أب. كنت شغل هون رسالة اللي يسمعوني شنو أقول؟ إيش في؟ إيش في؟ وين يا نور؟ افتحوا الباب! افتحوا الباب! ها؟ افتحوا الباب! افتحوا! سمير! اسمه سمير؟ سمير
غازي لحقينا. نور احكي عراقي يعني عارف. والله ما توقعت تجيبينها اللي احنا بالاول كنا نحكي عنه. مش قادره صار كذا واحنا نقول غادي مسافر وغادي سامحيني. عادي انا ما اخاف اطمن. ما حسيت بشيء عادي. انا خفت على البنت لان كانت تصيح والباب تغلق. وش كانت ردة فعلك يعني ايش سويتي؟ انا حظنيت احاول اهديها اشوف شنو يمتى يهدأ الوضع ونطلع. اكيد انه في احد برا راح يفتح لنا الباب ونطلع طبيعي. مساء اليوم ضحايا زلازل سوريا وتركيا انه فعلا احنا جنبهم سواء بالمشاعر او بالكلمه او بالمعنويه. الله يعينهم والله والله يرحم اللي ماتوا والله يرحمهم. يعينهم والله يساعدهم ويقوي قلوبهم وعلى اللي شافوه كل خرعه ولا ثانيه كل فجعه ولا ثانيه. يعني احنا مجرد هزه هذه تخلي الواحد يتخيل ما يفكر بنفسه يفكر باولاده يفكر باهله يفكر بالباقين فما بالك باللي نفسهم صار لهم يعني موقف صعب. الله يعينهم والله. احنا ندعي ونقول يا رب انه يعني يحفظ اليمن ويحفظ الوطن يا رب. الله يحفظ اليمن ويحفظ السوريين والعراقيين بصوره عامه الوطن العربي بصوره عامه. الله يحفظنا جميعا. كل عام وانتم بخير وسنه سعيده يا رب وينعاد عليكم بالصحه والعافيه. وشكرا يا نور شكرا يا غازي وتشرفت فيكم اليوم. الزلازل عبارة عن هزة أرضية تصيب قشرة الأرض تنتشر على شكل موجات خلال مساحات شاسعة منها ناجمة عن التحرر المفاجئ للطاقة. أثناء حدوث الزلازل إذا كنت داخل المبنى المحافظة على الهدوء لا تسرع للمخارج. الابتعاد عن الشبابيك والوقوف في زوايا الغرف. الاختباء تحت الطاولة أو السرير أو النزول إلى الأرض مع وضع اليدين على الرأس. إذا كنت خارج المبنى الابتعاد عن المباني العالية. إذا كنت تقود السيارة خفف السرعة أو توقف. بعد انتهاء الزلزال تذكر بأن الهزة الأولى تستغرق من 5 إلى 40 ثانية وقد تتلوها هزات استردادية. افصل الكهرباء وأغلق أنابيب الغاز. الاستماع للمذياع لتلقي التعليمات والإرشادات من الجهة الرسمية. يمن ميوزك 90-9 المظفر للتجارة.